انتوا محمسين قوي الصراحه. يعني انا لما شفت حماسكم لما هو قال مين متحمس لبكره، فممكن اسمع الحماس تاني. مين متحمس لبكره يا جماعه؟ انا ما عنديش اي فكره بكره انتوا عندكم ايه، بس انا مبسوط جدا بالحماس. انا ما اعرفش انتوا عندكم ايه بكره. ما عندهم ايه بكره؟ تريجر هانت. اه واو، انتوا بتعملوا تريجر هانت في واو واو في فرنسا. كم هو موضح مين قال فرنسا يا جماعه؟ اوكي خدام. انت قدها. انا مبسوط قوي ان انا كنت معاكم المره اللي فاتت، فلما قالوا لي تعالى تاني انا كنت متحمس نفس الحماس اللي انتوا متحمسين للتريجر هانت ده. في هنا وشوش يعني انا عارفها كويس جدا. كنت بدرسهم في المدرسه في يوم ما يعني. وفي وشوش انا عارفها من المره اللي فاتت، وفي وشوش جديده عليا. فكم حد اول مره يشوفني؟ الخلقه دي حد اول مره يشوفها؟ اوكي ماشي. للي اول مره يشوفني، انا اسمي كريم. انا مش كبير قوي، يعني عندي 27 28 سنه. كنت بشتغل مدرس كيمستري بس خلاص. ايوه للاسف هتيجوا السنه الجايه مش هتلاقوني. وحاليا بخدم ربنا في حتت مختلفه. فمتحمس قوي 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 ان انا اشارككم بالحاجه الصغيره اللي انا جاي اقولها دي. انا عامل تحدي لنفسي ان انا هخلص في 30 minutes. حد شايف ان 30 minutes ده كتير؟ لا. ينفع تعمل تايمر؟ انا ممكن اعمل كمان تايمر على الساعه عشان انا بحب جدا التحدي. استنى بس عشان الساعه دي جديده فانا مش عارف التايمر فين. اهو. يلا ممكن بس تعدوا 3 2 1 عشان ابدا انا الكاونتر. لا ايه ده؟ في ايه؟ ممكن اسمع كله يعد 3 2 1 عشان ابدا. انتوا مش فاهمين صح؟ انتوا المفروض تعدوا كلكم 3 2 1 فدوس على التايمر عشان ابتدي. اعيدها بالانجلش فاهمينها بالعربي. اسمع 3 2 1. اكسلنت حبايبي برافو. طيب هحكي لكم على شويه حاجات عني كده. وانا صغير كنت تقريبا قدكم، وارجوكم حاولوا ما تضحكوش عليا. كدابين وهتضحكوا. اي حد قال مش هضحك كداب. زمان وانا قدكم كده تقريبا كنت بتكسف جدا 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 لو شفت اتنين في التلفزيون. ايامنا كان تلفزيون بيبوسوا بعض. وكنت بتكسف اكتر بكتير لو شفت بابا وماما بيحبوا بعض عادي بالكلام. واحس يا يو او اوكورد، او انا المفروض ما بقاش موجود في الحته دي. بس كنت معجب ببنت جدا، وكان جوايا شويه مشاعر كده، حاسس انه انا نفسي كده ايه احبها زي الحب بتاع الافلام ده. طبعا البوس عيب، بس كان جوايا مشاعر كده غريبه، ومش عارف هو انا اللي حاسه ده صح ولا غلط. كان عندي شويه مشاكل في البيت مع بابا وماما، وكنت حاسس انه هم غالبا مش فاهميني. دايما في خناقات ودايما في مشاكل. ودايما انا الولد يعني ما بيسمعش الكلام، اللي ما بيروقش سريره، اللي ما طلعش الزباله، اللي ما جابش العيش، اللي اكل مال اليتيم، واللي غالبا مشرد القطط اللي في الشارع. خلاص فانا اسوأ حد في الدنيا تمام. بس انا كنت بتضايق قوي قوي من بابا وماما، خاصه لو حسيت ان هما طول الوقت بيزعقوا، واحس من جوايا ان انا عايز اقول لهم انا بكرهكم بجد، انا مش طايقكم. بس على الناحيه التانيه كنت كتير قوي اتخيل انه لو بابا وماما مش موجودين انا هبقى عامل ازاي، واقعد اعيط في السرير بالليل. حسام انا مش فاهم، هو انا بحبهم قوي لدرجه ان انا خايف اخسرهم، ولا انا متضايق منهم لدرجه اني حاسس اني بكرههم. انا ما كنتش شاطر خالص في الكوره خالص. بس كل اصحابي كانوا بيلعبوا كوره، فانا كنت بعمل ايه؟ بنزل معاهم العب كوره. ف يعني بغض النظر عن اللي كان بيحصل فيا واللي كان بيتقال عليا في الملعب، بس انا كنت برجع البيت متضايق جدا، وحاسس ان انا
انا مش عايز انزل مع الناس دي تاني. هم بيتنمروا عليا، بيحرجوني، بيضايقوني، يا اما بيقعدوني على جنب ويقعدوا يسمعوني كلام زي الزفت. بس يجي مثلا بعدها بيومين يكلموني عشان انزل، فحس ان انا متحمس قوي وعايز انزل معاهم، واحس انا مش فاهم هو انا بحبهم ومبسوط ان احنا اصحاب ومبسوط ان احنا بنخرج مع بعض، ولا انا متضايق من كلامهم ومش عايز اتعامل معاهم تاني. مشاعري كانت مختلفه وحاسس ان انا مش فاهمني، وده كان ملخبطني. وعلى فكره فضلت وقتها مش فاهم، وفضلت حاسس انه غالبا انا اللي فيها حاجه غلط، غالبا المشكله والعيب من عندي انا. وقعدت افكر، طب هو كمان ربنا شايفني ازاي؟ ما انا اوقات بعمل كده مع ربنا. انا اوقات كتير ابقى مبسوط قوي 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 في المؤتمر، بنفتح الخلوه مع بعض وبنقرا مع بعض وبنرنم مع بعض ونرفع ايدينا ونلعب وننبسط والله ربنا ده حلو قوي. وارجع البيت، ليه يا رب خلقتني في البيت ده؟ ليه يا رب اديتني الصحاب دول؟ يا رب انت ما بتحبنيش. او ارجع تاني اعمل حاجات غلط كنت متعود اعملها، فحس انه بص يا رب انا مش مبسوط مني، فانت كمان اكيد مش مبسوط مني، فخلينا بعاد احسن. لا انا اضايقك ولا انا احس بمسؤوليه ناحيتك. وفضلت في الدوامه دي، لا انا عارف اتعامل مع نفسي صح، ولا عارف اتعامل مع اصحابي صح، ولا عارف احب اهلي واتعامل معهم صح، ولا حتى عارف احب ربنا واتعامل معه صح. حد عدى باي حاجه واحده من اللي انا حكيتهم دي قبل كده؟ عشان كده ما تحكتوش عليا صح؟ كتير قوي بنعدي بحاجات شبه دي، ونحس انه انا مش فاهم المفروض اعمل ايه واحس ايه، واللي انا بحس بيه وبعدي بيه ده عادي ولا مش عادي، طبيعي ولا مش طبيعي. واللي انا جاي اقوله لكم النهارده ان كل اللي انتوا حسيتوا بيه ده صح وطبيعي. مفيش مشكله انك تحس بكل الاحاسيس دي. ربنا ما عندوش مشكله خالص انك تتضايق منه. ربنا ما عندوش مشكله انك في وقت تتعصب وتتضايق منه. ما عندوش مشكله انك في وقت تاني تبقى حاسس انك بتحبه. على فكره انت كان معاك حق لما حسيت في وقت ان انت ما بتحبش بابا وماما، لان انت كنت في موقف متضايق. مشاعرك وقتها كانت صح، يمكن مش حقيقيه، او دي مش حقيقه، بس المشاعر صح. يمكن اوقات بتحس ان ربنا متضايق منك عشان بتعمل حاجه غلط. احساسك مقبول حتى لو دي مش حقيقه. واللي انا جاي افرق ما بينه النهارده هو ايه الحقيقه وايه اللي انا بحس بيه، وهل الاتنين حاجه واحده ولا حاجتين مختلفتين. اللي جاي اقوله لكم انه في السن ده اوقات كتير بيبقى احساسنا والحقيقه حاجتين مختلفتين، مش هما نفس الحاجه. وكل ما بنكبر كل ما الاتنين دول ابدا احس الاحاسيس الحقيقيه والحاجات اللي مش حقيقيه ارفضها. هقول
آية نفسي نحفظها مع بعض وهبني عليها الكلام اللي جاي. ممكن نطلع أمثال 28 26. أمثال 28 عدد 26. أمثال ده عهد قديم، هتلاقيه في نص الكتاب تقريبا بعد المزامير على طول. لو انت معاك الكتاب طلعه او على الموبايل او على الشاشة هيطلع حالا. أمثال 28 عدد 26. بيقول ايه أمثال 28 26 ده؟ بيقول المتكل على قلبه هو جاهل. ممكن نقولها مع بعض؟ المتكل على قلبه هو جاهل، والسالك بحكمة هو ينجو. ممكن نقولها كلها على بعضها مع بعض؟ المتكل على قلبه هو جاهل، والسالك بحكمة هو ينجو. يعني ايه؟ يعني أمثال بيقول لك الراجل اللي ماشي، أو الشخص، الراجل أو الست أو الولد أو البنت اللي ماشي بحسب أحاسيسه ومشاعره بس، عامل زي الشخص الجاهل. عارفين يعني إيه جاهل؟ مين قالها؟ شكرا. أو بمعنى أسخف واتقالت في الكتاب فأنا مش هتكسف أقولها، يعني غبي. شخص غبي. بس يعني إيه شخص غبي في مفهوم الكتاب؟ يعني حد بيقرأ الواقع غلط. يعني ايه بيقرأ الواقع؟ ممكن تبسط لنا الكلام شويه؟ حاضر. يعني مثلا لو انا بعدي الشارع وفي عربيه جايه بسرعه وانا قررت ان انا اعدي، ده قرار حكيم ولا قرار غبي؟ شكرا، ميرسي جدا لذوقكم. بس ده فعلا قرار غبي. ليه انا خدت القرار الغبي ده؟ لاني فاهم كم حاجه غلط. غالبا انا ممكن اكون مش فاهم انه سرعه العربيه اكيد اسرع من سرعتي، او يمكن مش فاهم ايه اللي ممكن يحصل لما عربيه بالسرعه دي تعمل ايه؟ تخبطني. او يمكن مش عارف ان انا لما اعدي محتاج اعمل ايه؟ ابص يمين وشمال. انا في الغالب فاهم حاجه في الواقع، صح ولا غلط؟ غلط. انا فاهم حاجه في الواقع غلط. طب مين الشخص الحكيم بقى؟ اللي شايف الواقع صح، اللي فاهم الواقع صح، فمش بيتحرك بمشاعره، مش بيتحرك على حسب أحاسيسه، لكن بيتحرك على أساس تفكيره. هو شايف إيه في الواقع؟ الكتاب المقدس يعدل العدلة دي، يقول أنتم محتاجين تتغيروا عن شكلكم. حد عارف بقية الآية؟ بتجديد أذهانكم. لما أشوف الواقع بعيون ربنا هبتدي أنا شخصياً أتغير ومشاعري تتغير. فلما أفهم يعني إيه ربنا بيحبني ودفع فيا ثمن غالي جداً، مستحيل أجي في لحظة وأقول إنه زعلان مني. أحكي لكم موقف يشرح ده شوية. كنت في مرة في سوبر ماركت، وأنا معايا وقت قد إيه؟ ما لسه بدري أوي. كنت في مرة في سوبر ماركت وكان في معاها بنوته صغيره وعملت موقف انا شخصيا كنت بعمله كتير قوي. انها مسكت في كيندر بوينو. انا على ايامي كانت الكيندر سوربرايز اللي هي لسه موجوده بس الاطفال ما بيحبوهاش، مش عارف ليه. مسكت في على ايامنا كانت ب5 جنيه. مسكت في الكيندر بوينو وعايزه تاخدها، ولسبب ما، وده سبب مش غريب يعني متوقع من اغلب الامهات، انها قالت لها لا. ليه ما اعرفش، بس هو لا. فايه اللي حصل للبنت؟
متوقع عياط وزرزره ودبدبه على الارض. وده ده كمان عند كارفور، لو حد راح كارفور قبل كده بيبقى فيه الشوكولاتات بتبقى قدام الكاونتر، يعني هي قدام الكاونتر واحنا عايزين نخلص نحاسب، والبنت في الارض عماله تعيط وتدبدب واحنا عايزين نخلص. فالست مامتها يعني واقفه بتقول لها انت ما ينفعش تعملي كده. فالبنت واضح انها بتقعد على التيك توك كتير، فقالت لمامتها ايه؟ ماما على فكره انت مش المفروض تقولي لي احس ايه وما احسش ايه. انا شخصيا اتخضيت من الجمله، يعني لو البنت قالت لي كده هتخض. حاسس في حد عنده 30 سنه بيكلمني، مش عيله صغيره. بس مامتها قالت جمله ثبتتني اكتر. قالت لها على فكره انا ما عنديش مشكله في انت حاسه ايه، انا عندي مشكله في انت بتعملي ايه. ودي كانت جمله خبطتني قوي. فاكرين اللي كنت بقوله في الاول خالص؟ مشاعركم في مكانها، مشاعركم مقبوله، مشاعركم صح. بس هل هي حقيقه؟ هل انا ينفع اتصرف على اساسها؟ لو انا مشيت على اساسها هبقى غبي ولا حكيم؟ اوقات مشاعري تبقى في مكانها وتحركني صح. كتير قوي في المؤتمرات، دايما في الوعظه الاخيره من ايام ما انا كنت في مدارس احد بنعمل نفس الحاجه. طفي النور، لو في شمع بيتوزع، نغمض عينينا، نعيط. كان في ترنيمه بتتقال دايما اسمها ليه يسوع تختار تتصلب علشاني وانا مصيري النار ليه تاخد مكاني. كنا بنعمل في مدارس احد، وكنا ننام ونعيط ونسلم حياتنا ونرفع ايدينا ونخرج كلنا كده، كلنا بلا استثناء. ونبقى متضايقين جدا من، يعني لان احنا من واحنا صغيرين بنعمل بلاوي، فبنبقى متضايقين جدا وحاسين ان احنا قد ايه صعبين ووحشين. بس ويسوع مات علشاننا وكل حاجه ماشي، ونخرج من المؤتمر عايزين بقى نقعد مع ربنا كتير، ونرجع من يعملوا دايما الجروب اللي بعد المؤتمر اللي بنبتدي فيه الخلوه، اللي بنبعت عليه ايه كل يوم بتاعه الخلوه. ولو احنا بنقرا في متى بنوصل لحد متى 6 وفي الاخر ما بنكملش وما بنبعتش حاجه، ويفضلوا الخدام يجروا ورانا بقيه الاسبوعين التانيين لحد ما يفقدوا الشغف ويقولوا طب خلاص نعوضها ان شاء الله المؤتمر اللي جاي. ليه ده بيحصل؟ ليه كل ده بيحصل؟ لاني غالبا انا مش فاهم مشاعر دي في مكانها ولا مش في مكانها. الحزن اللي انا بحزنه لما احس ان انا عملت حاجه غلط، المفروض بس ان انا اعيط عليه وخلاص، ولا في حاجه تانية انا المفروض اعملها؟ محتاج اعترف، محتاج امشي سكه. الحماس اللي انا كنت خارج بيه بالمؤتمر ومبسوط وعايز اروح اكرس في الشارع واقول للناس ان يسوع بيحبني ونسقف، الحماس ده ليه بيروح؟ هل لانه انا بس كنت مبسوط وقت المؤتمر بعد كده هرجع لحياتي العاديه؟ طب احاسيسي دي صح ولا غلط؟ طب لو صح الحماس ده انا المفروض اعمل ايه؟ انا المفروض اعمل ايه؟ محتاج اعمل ايه في المدرسه؟ محتاج اعمل ايه مع عيلتي؟ محتاج اعمل ايه مع صحابي؟ مشاعر الحب اللي عندي اللي بحس، او نسميها صح، مشاعر الاعجاب اللي عندي اللي بحسها ناحيه بنت او بنت بتحسها ناحيه ولد، دي صح ولا غلط؟ والمفروض اتعامل معاها ازاي؟ المفروض نتصاحب ولا ما نتصاحبش؟ طب لما نتصاحب نعمل ايه واحنا متصاحبين؟ يعني لسه بدري جدا على الخطوبه، جدا يعني جدا. فالمفروض نعمل ايه دلوقتي واحنا الاثنين دايبين في حب بعض، بنبعت لبعض ستريكس كل يوم؟ المفروض اعمل ايه؟ محتاج اسال حد المفروض اعمل ايه. ليه؟ لانه مش عيب،
مش عيب اني ابقى حاسس بالمشاعر دي، بس العيب ايه او ايه الغلط؟ اني اتصرف بالمشاعر دي غلط. مش عيب اني احس اني متضايق من بابا وماما، بس العيب اني اتصرف بطريقه مش كويسه انا احب بابا وماما. مش عيب اني ابقى زهقان في الاجتماع، مش عيب. اوقات اللي بيتكلم بيبقى ممل، اوقات اللي بيرنموا بيبقوا مملين ومش بيقولوا الترانيم اللي احنا بنحبها وبنحب نهيص فيها كتير كتير. فا اوكي، مفيش مشكله تزهق وانت في اجتماع، بس بتعمل ايه لما تزهق وانت في اجتماع؟ بتفتكر انك جاي عشان تقابل ربنا فتاخد وقت تصلي، ولا بتقعد تدي قفله اللي قدامك وتقرصيه في اللي جنبك؟ بتصرف ازاي مع مشاعري؟ ده اللي انا عايز اسيبه معاكم النهارده. انا خلصت في 20 minutes. انا مش جاي اقول لكم، ودي حاجه انتوا اكيد سمعتوها لو جه اي حد قبل كده كلمكم عن المشاعر. مفيش حاجه اسمها مشاعر حلوه ومشاعر وحشه. مفيش حاجه اسمها مشاعر صح ومشاعر غلط. المشاعر مشاعر، وانا انسان ومن حقي احس كل المشاعر. بس ايه المهم؟ بتصرف ازاي مع مشاعري؟ والجاهل هو اللي بيمشي بحسب قلبه، بس الحكيم بينجو. يعني ايه بينجو؟ يا بيعيش صح، بيكمل يعيش، بيعرف يعيش. هقول لكم 3 جمل او تقريبا 4 جمل هنكتشف مع بعض. يعني قلبي مش دايما صح، افكاري مش دايما صح، بس كلمة ربنا دايما صح. كلمة ربنا تغير افكاري فتغير قلبي. ممكن نقولها تاني؟ قلبي مش دايما صح، افكاري مش دايما صح، بس كلمة ربنا دايما صح. وكلمة ربنا بتغير افكاري فتغير قلبي. ينفع نقولها تاني كلنا مع بعض بصوت عالي؟ قلبي مش دايما صح، افكاري مش دايما صح، بس كلمة ربنا، وكلمة ربنا بتغير افكاري فتغير. ايه اللي بيتغير الاول؟ افكاري. وافكاري لما تتغير ايه اللي يتغير؟ قلبي ومشاعري. امين. تعالوا نصلي الوقت الباقي، ولو ينفع فريق التسبيح يطلع. It's okay. It's okay ان احس اني متلخبط. It's okay ان احس اني مش فاهم نفسي. It's okay ان انا اوقات اتضايق من اللي بعمله. It's okay اني اوقات ابقى مبسوط قوي باللي انا بعمله. بس حاجة واحدة لازم تبقى ثابتة في دماغي، ان طول الوقت ربنا بيحبني. طول الوقت ربنا بيحبني، وهو فاهمني كويس قوي، وهو عارف ان السن ده صعب. على فكرة يا ربنا ما خلقناش وبعد كده تفاجئ ايه ده ايه ده ايه ده في سن اعدادي كده في لخبطه، ايه ده ايه ده لا 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 لا. لما تكبر تعالى لي عشان انا مش هعرف اتعامل معاك وانت في السن ده. ربنا ما بيعملش كده. انا ممكن اعمل كده اوقات، بعمل معاهم كده في المدرسه اوقات، خدام ممكن يعملوا كده اوقات، بس مش هيقولوا لكم من جواهم. بس ربنا عمره ما يعمل كده. ربنا بيحبكم قوي قوي، ايا كان بتعملوا ايه وايا كانت لخبطتكم، وبيحب لخبطتكم وبيحبكم وانتم ملخبطين. هو بابا، بس هو يهمه حاجه واحده بس، ان الحاجه الوحيده اللي ما تعملهاش وانت متلخبط انك تجري مني، لكن العكس تعمل ايه؟ تجري عليا.
لأن محدش خالص هيحبك بلخبطتك أكتر من ربنا. بابا ممكن يحبك بلخبطتك، ماما ممكن تحبك بلخبطتك، خدام أوقات، بس ربنا طول الوقت، طول الوقت. أمين. تعالوا نغمض علينا. رب يسوع بشكرك لأنه أنت حبيتني حب مش عادي. شكرا لأن أنت فهمني في أكتر أوقات بحس إن أنا فيها مش مفهوم، ولا اللي حواليا فاهمني ولا أنا فاهم نفسي، بس أنت فاهمني فبتحبني. يا رب أنا كمان بحبك حتى لو في أوقات ما حسيتش ده، حتى لو أوقات بحس إنك مش شايفني أو بحس إنك مش موجود، بس أنا عارف إنك موجود وعارف إنك بتحبني. فساعدني أعيش الحق ده، ساعدني أعيش الحقيقة دي، وساعدني إن الفكرة دي تثبت في دماغي فتغير مشاعري. فتغير يا رب لصورتك، فحب نفسي زي ما أنت بتحبني. فافهم نفسي أكتر وأعرف نفسي أكتر، بس أعرفها فيك أنت.